شوفوا البشره ديالي قبل ما غادي ندير هاد لو ماسك ومن بعد هاد المكونات خطيره في التفتيح. واي بنت كتعاني من عدم توحيد اللون في البشره ديالها، واحد الرطوبيه على حسابي كتحسوا بها خطيره. البلايص اللي عندكم فيهم الكحوليه بحال الكوع هنايا بحال اليد. سالي البنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. غادي نبارطاجي معكم فيه واحد المقشر، واحد الماسك تحت الطلب ديال واحد البنت منكم اللي قالت لي الماسك ديال التفتيح وايضا ديال محاربه البوب اللي كيكونوا في الوجه. هاد الماسك وهاد الكوماج اللي غنبارطاجي معكم فريمون غيديروا لك هادشي اللي بغيتي. واي بنت كتعاني من عدم توحيد اللون في البشره ديالها وايضا اللي عندها الحبوب في البشره ديالها، هاد الماسك والكوماج غيفتحوا لك بدرجه البشره ديالك. وإلا استعملتيهم بانتظام كيف غادي نقول لك بيان سور غتلاحظي واحد الفرق اللي شاسع بزاف. هادشي اللي كاين. نبقاو على فيديو ندوزو للوصفه نوريكم المكونات ديالها اللي ساهلين وبساطين بزاف وايضا الفوائد ديالها واللي متواجده في اي دار. ندوزو للوصفه بزوات. من بعد ما غسلنا لابو ديالنا ضروري خصكم اول خطوه ديروها هي تغسلوا وجهكم. الا كان فيه شي مكياج ولا شي كريم ولا شي زيت ايا كان ضروري تغسلوا لابو ديالكم قبل من الكوماج. غنحتاجوا الكوماج، غنحتاجوا السكر والقشور ديال التشين. القشور ديال التشين ضروري حيت كيعزز لينا فيتامين سي ديال تفتيح البشره. كنحتاجوا معلقه صغيره ديال العسل. دابا انا غنخلط معكم هذا الكوماج. غادي نديرو معلقه ديال العسل، ها هو كيفاش كيكون. غنحتاجوا معلقه ديال العسل وغادي نخلطوا هادشي مزيان. السكر والقشور ديال التشين اللي هو البرتقال والعسل الحر، ماشي العسل ديال السكر، العسل الحر. ها هو كيفاش كيجي لنا الكوماج. دابا انا غنطبقوا معاكم دابا وغتقوميو غير بشي حركات دائريه وغير بشويه وبالخاطر وتعطيو لابو ديالكم الكوماج اللي خاصها، ولكن ما تقوميوش بزاف وتبركوا كيف كنقول لكم ديما. غادي نبدا نقوميو معاكم البشره ديالي. حاولوا تخليو البشره ديالكم تشرب المكونات ديال العسل والقشور ديال التشين غير بحركه دائريه غديروا، وفي نفس الوقت تعطيو الخاطر باش انها تقوم لكم الباكو ديالكم مزيان. تقدروا تستعملوا زيت البلديه اللي عندكم بلاصه العسل. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش العسل الحر تقدروا ديروا الزيت البلديه معلقه صغيره مع هاد المكونات اللي عطيتكم دابا. ما تنساوش تقوميو حتى العنق ديالكم. دابا غادي نمشيو نغسلو وجهنا مزيان وغادي نجي نطبقوا معكم الماسك. دابا من غسلنا الوجه ديالنا عرفتوا راه واحد الرطوبيه على حسابي كتحسوا بها خطيره. كتحسوا بالبو ديالكم تكومات وركزوا لي على لي بوين نوار ولي بوين بلون اللي عندكم ولا البلايص اللي عندكم داكنه ولا عندكم لاطراس ديال الحبوب ركزوا لي عليهم. دابا غادي نحتاجوا في الماسك ديالنا غنحتاجوا شي طويس فين نديروا الماسك. دابا اول حاجه نحتاجوا القشور ديال التشين ولا القشور ديال البرتقال، غنحتاجوا معلقه صغيره وايضا كنحتاجوا معلقه ديال الحمص والفول مدقوقين بحال هكا، ومعلقه صغيره ديال الزبادي اللي هو دانون مسوس. وغنحتاجوا هذا المكون اللي اساسي بزاف اللي هو الماء، العصير ديال البرتقال اللي هو كيحتوي على فيتامين سي وفيه فوائد خطيره في التفتيح ديال البشره. القشور ديال البرتقال اللي درنا في الاول كيزيد يتعزز لينا بهذا العصير ديال التين باش كيعطينا فيتامين سي اقوى. كتبقاو تضيفوا العصير على حساب الخليط حتى ينسجم لكم مزيان، حتى كيولي لكم بحال هكا الخليط. كدمجوه مزيان حتى ما كيجيش جاري وما كيجيش عاقد. المهم تقدروا تطبقوا على الوجه ديالكم والعنق ديالكم، وايضا تقدروا تطبقوا على البلايص اللي عندكم فيهم الكحوليه بحال الكوع هنايا، بحال اليدين، بحال الكوع الرجلين، بحال رجليكم لتحت اللي عندكم شي لاطراس ديال الشمش. اي حاجه بغيتو تستخدموا فيها هذا الماسك هذا. وبيان سور كيبقى عندكم من 7 ايام حتى ل 10 ايام، ولكن في الثلاجه غير تستعملوه ردوه الثلاجه وهكا كيبقى عندكم مزيان. هكا دابا مزيان كيكون عندنا بحال هكا. دابا غادي نطبقوا انا على وجهي وعنقي وغادي نخليوه 20 دقيقه، من 15 حتى ل 20 دقيقه فاش تشوفوا البشره ديالكم تشرباتو مزيان واستفدت من الفوائد اللي فيه وديك الساعات كتنوضوا كتغسلوه.
وايضا انا غنطبقو حتى على يديا. وهكا دابا غادي نقول لكم كل مكون شنو هي الفائده ديالو من كنطبقوا هذا الماسك هذا. اول حاجه درنا العسل هو محارب البكتيريا ديال الوجه، وايضا كيرطب لينا البشره، والشوفان حتى هو مضاد للالتهابات وكيرطب لينا، يعني مضاد للالتهابات ما كيخليش الحبوب تراكم لنا في الوجه وكينقص من الحبوب، واصلا كيهدئ لنا البشره وكيفتحها لينا. يعني سور فيتامين سي اللي هو العصير ديال البرتقال اللي استعملناه القشور، راه فيتامين سي معروف وغني عن التعريف ديال التفتيح ديال الترطيب ديال اشراقه البشره، وايضا توحيد اللون ديال البشره. وفي اي بلاصه عندكم فيها السواد فيتامين سي الصراحه هو الحل ديال اي بلاصه فيها السواد، وخطر في التفتيح ديال البشره. يعني من الاستعمال الاول كتشوفوا واحد النضاره في البشره ديالكم. الحمص والفول مدقوقين هما كمقشر خفيف على البشره. الحمص والشوفان يزيدوا لينا التفتيح ديال البشره وكينقصوا لينا من الحب اللي كيكون في البشره وما كيخليوش البشره تنوض لينا الحبوب. والزبادي اللي فيه الحب ديال لاكس يحارب لينا الالتهابات اللي كيكونوا في الوجه وكيفتح ايضا لينا البشره ديالنا. وهادشي اللي كاين. سو هذا الماسك هذا راه خاطر في التفتيح وتوحيد والنضاره والاشراقه ديال البشره، وايضا كيعزز لينا الكولاجين في البشره ديالنا. دابا ملي نساليو غادي ندير معكم واحد السيروم اللي غتبقاو ديروه من الليل لليل، وخاطر حتى هو في التفتيح كديروه بالليل وكتنعسوا، كتغسلوا وجهكم في الصباح وما تخليوش الشمس تقيسكم لابو ديالكم. ديروا ضروري اكرون من تفيقوا في الصباح وتغسلوا وجهكم، ضروري مرطب ايدغاطون ديال لابو وينشف، وعاد ديروا من فوقو اكرون ضروري ومؤكد. هاد العمليه هاد ما درتوش اكرون بحال ما درتوش حتى شي حاجه. هاد الكوماج هذا وهاد الماسك، الكوماج كديروه غير مره واحده، والماسك تقدروا ديروه كل نهار وكتشوفوا واحد الفرق واعر بزاف. غنستنى انا 20 دقيقه ولا بما نشوف ليا كومام الماسك غادي نجي نطبق معكم السيروم. دابا ملي نشوف لينا لو ماسك غسلناه، عرفتوا راه كتحسوا بواحد الفرق شاسع، وجربوه ردوا عليا كتحسوا بالفرق ديال التفتيح والترطيب والنضاره كتشوفوها في البشره ديالكم. دابا من دازت 20 دقيقه ما كاملاش الصراحه نشف ليا غسلته، ودابا غادي ندوزو لهداك السيروم اللي قلت لي غنوجدو معكم اللي كتبقاو ديروه من الليل لليل، اللي حتى هو كيزيد كيفتح لكم البشره وكيعطيكم واحد الترطيب واحد النضاره اللي زوينين بزاف. ولكن كيف قلت لكم ضروري بما انكم تستعملوه بالليل وفي الصباح تغسلوا وجهكم بنيطوايون، ومن موراها ديروا كريم ولا اكرون ديال الشمس ضروري ومؤكد. دابا شنو غادي نستعملوا في هذا السيروم هذا؟ غنحتاجوا زيت ديال الحامض اولا زيت البرتقال، غادي تستعملوه مع زيت الكوك وغتخلطوا كلشي مزيان، وغديروا الوريقات ديال سواء الحامض سواء الوريقات ديال الدشي، غادي تغمسوهم وغادي تخليوهم غتبقاو تدهنوا به لابو ديالكم من بعد ما تنيطويوها بالليل، وغادي تلاحظوا الفرق في الصباح وتشوفوا واحد الرطوبه واحد الليكرا في البشره ديالكم، وبيان سور كتشوفوا التفتيح والبقع الداكنه ما كتبقاش بزاف في الوجه ديالكم، كتبقى تحيد شويه بشويه. راه 2 معالق كبار ديال زيت الكوك، وغادي نزيدوا عليهم زيت الحامض، بقى ليا غير شي شويه حيت كنستعملو انا بزاف. نزيدوا عليهم زيت الحامض، نزيدوا عليهم داك القشور اللي كان عندنا في الاول ديال البرتقال، ونزيدوا معلقه صغيره بحال هكا. وكيكون الزيت عامر شي شويه من فوق من هذا مغطي. دوك مثلا هذا بغيت نستعملو انا، غنديرو بحال هكا وغدهنوا البشره ديالكم بحال هكا وما تخافوا من حتى حاجه، وكتبداو ديروا بحركات دائريه وكدهنوا مزيان البشره ديالكم، وكديروه بحال شكل ماساج. بالنسبه لعندكم التجاعيد هنايا كتبقاو ديروه بحال هكا مزيان، ولا اللي عندكم هنايا اللي عندكم هاد التجاعيد ديال الضحكه، مهم كديروا ماساج مزيان. وهادشي اللي كاين. سو دابا انا غادي نبقى ندير ماساج وكان داك الزيت تشربوا البشره ديالي، وهادشي اللي كاين. سو الا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلايكات وكومونتيرات زوينين باش يزيدوا يشجعوني انني ندير لكم بزاف ديال الحوايج كثر وكثر. وايضا ما تنساوش لما كنتوش دايرين اشتراك ديروا اشتراك باش يوصلكم كل جديد. وهادشي اللي كاين. سو بزوات وتسناوني فيديو جديده.